الجيل الجديد التستوستيرون عنده اقل من اي وقت تاني، ديت استنتاج وصلوا له بدل المره 200 مره. كل ما يقارنوا مرحله عمريه معينه يقيسوا مستويات التستوستيرون بتاعها ويقارنوها بمستويات التستوستيرون من نفس المرحله العمريه ديت بس من 40 سنه فاتوا او اكتر، دايما بنلاقي ان الموضوع في النازل. والاسباب بتكون في الست حاجات ديت. اول حاجه الحركه بقت اقل. زمان اليوم كان فيه مجهود بدني اكتر، دلوقتي من العربيه للمكتب، من المكتب للعربيه، من العربيه للكنبه. فان انت تمارس رياضه في اليوم بتاعك ده مش شيء اختياري ولا رفاهيه، دي حاجه اجباري لازم تعملها. السبب الثاني الاكل المصنع اللي موجود في كل حته، اللي هو ما فيهوش اي قيمه غذائيه وفيه سعرات حراريه كتير. فان انت تنظف اكلك ده برده مش اختياري، دي حاجه لازم ان انت تعملها. الحاجه رقم 3 زياده نسبه الدهون في الجسم وزياده السمنه. كل ما نسبه الدهون في جسمك بتزيد، جسمك بينتج انزيم اسمه اروماتيز. الاروماتيز بيحول التستوستيرون اللي جسمك بينتجه لاستروجين. فعشان كده ان انت تقلل نسبه الدهون اللي موجوده في جسمك ده برده مش شيء اختياري، ده شيء لازم ان انت تعمله ايا كانت الوسيله. الحاجه رقم 4 الكيماويات اللي انت بتتعرض لها، اشهرهم البلاستيك. والبلاستيك طبعا مش هتقدر ان انت تستغنى عنه بنسبه 100%، بس كل ما بتقلل تعرضك للبلاستيك كل ما التستوستيرون بتاعك بيتحسن. اي منتجين قدامك، واحد فيهم في بلاستيك وواحد فيهم في ازاز، من غير ما تفكر هات الحاجه اللي محطوطه في ازاز. حاول برضو ان انت تدور على منتجات يكون الغلاف بتاعها مكتوب عليه BPA فري. دي الماده التوكسيك اللي هي بتكون موجوده في البلاستيك اللي هي بتعلي الاستروجين وتقلل التستوستيرون. في كيماويات تانية برضو زي حاجه اسمها بارابنز، دي هتلاقيها في كل الحاجات اللي موجوده عندك في الحمام، شاور جل، شامبو، صابون، ديودرنت، كل الحاجات ديت هتلاقي غالبا فيها بارابنز. وهتلاقي برضو البديل ليها، هتلاقي حاجات كتيره مكتوب عليها بارابنز فري، سعرها ممكن يكون اغلى شويه بس صحتك تستاهل. حاجه رقم 5 بتكون النوم. زمان ان الواحد ينام 7 ساعات ده كان الطبيعي ودوت كان العادي، دلوقتي الناس اللي بتنام 7 ساعات بتحس ان هي عملت انجاز. حاول دايما انت تخلي النوم بتاعك اولويه. الحاجه رقم 6 بتكون الاسترس او الضغط اللي انت بتتعرض له، الشوارع زحمه، الديدلاين في الشغل، كل الحاجات دي. بس علاج الاسترس بيكون ايه؟ بيكون الخمس حاجات اللي احنا قلناها في الاول: الرياضه، النوم، الاكل النظيف. كل الحاجات ديت لما بتعملها جسمك هيتعامل مع الاسترس والضغوطات ديت بشكل افضل، وتاثيرها السلبي على جسمك هيكون اقل بكتير.